فيلمنا بيبدأ بواحد كان شغال في مخابرات أمريكا وبيكون اسمه ليفون، وليفون ده بيبقى بيته حاليا ودنيته كلها هي العربية. وبالله مرة واحدة اللي هو نازل وفتح المكان ده، وده بيكون موقع للشغل بتاعه، وهو بيكون الرئيس بتاعها. وفعلا بالله اللي هو داخل جوه، بالله اللي هو قاعد وسط العمال، وبنشوف العمال كلها حباه. والعامل ده بيروح له بيقول له مراتي عامله لك مخصوص الأكل ده، فمعلش خده مني. وفعلا بيقوم جاي واخده، وبنشوف هو بيقول لهم اعملوا حسابكم النهارده هيبقى فيه شغل تقيل قوي، واعملوا حسابكم برضه لو احنا خلصنا الشغل في موعده انا هحط لكم بونص كبير. وبيسيبهم وبيمشي، وبيشوف هو داخل المكان ده، وبيكون في اصحاب الشغل كلهم، وبيكون اسمهم كارلا وجو، وبيخش على طول وبيسلم عليهم، وبيكون معاهم بنتهم، ودي بتكون ماسكه حسابات الشركه كلها، ودي في العموم اسمها جيني. وبالله ايفن دخل وكان قاعد جوه معاهم، وقال كأنه اخوهم الكبير او اي حاجه، وكانوا بيحبوه جدا. وبنشوف مره واحده جيمي اللي بتطلب من ابوها فلوس عشان خاطر تخرج مع زمايلها عشان هي خلصت جامعتها خلاص. ابوها بيكون رافض وبيقول لها مش هنصرف فلوس على الفاضي. وبالله ليفن على طول اللي هو بيضحك، وجيني بتفضل تلح عليه لما في الاخر بيرضى، وبالله اللي هو اداها الفيزا. وبنشوف مره واحده ليفن اللي هو شاف العربيه دي وهي داخله عليهم، وعلى طول بيخرج، وبنشوف هو خارج وبيدي الموظفه ديت الكارنيه بتاعه والورق اللي كان معاه، وبيطلع لهم بره وبياخد الجردل ده طالع. وبالله اللي هم قاعدين يضربوا في العامل اللي جاب لليفن الاكل، وبيقول لهم معلش يسيبوه يرجع لشغله تاني. بيقولوا له انت مالكش دعوه، واخد مننا كارد. وفعلا بالله اللي هو نازل فيهم ضرب تاني، بس ليفن ما بيسكتش. وبالله مره واحده اللي هو قام جاي خابط الجردل بس المسامير في وشهم، وقام جاي نازل فيهم ضرب وما بيرحمش ولا واحد فيهم حرفيا. وهو كان قادر اللي هو يخلص على اي حد، بس ما يرضاش يموت حد قدام العمال بتوعه. بينزل فيهم ضرب، ومره واحده بنشوف اللي الرجاله نازله العربيه وبتقول له اهدى، ومره واحده بياخد الاسمنت ده وبيرش عليهم، وبيروح يجيب البندقيه ديت وبيثبت الراجل ده بيها. وباللهم اللي هم كلهم رجعوا لورا، وبيقول لهم خدوا حاجتكم ومشوا من هنا. وفعلا بالليل هم خدوا كل الرجاله ومشوا. فعلا بيروحوا للعامل ده انت حلو، بيقول له حلو، بيقول له طب انا هرجع لشغلي بقى، وانت عاوز تاخد اجازه خدها ومشي. ما يكونش ليفن ده هو الرئيس بتاعه ويقول لي نفس الكلمتين دول، ما كان زمان مشيت من زمان قوي. وبنشوف ليفن هو كان قاعد في المكان ده وماسك ورق مهم وكان بيراجعه، ومره واحده بنلاقي اللي جيني داخله عليه وبتقول له انت اتعلمت المهارات دي كلها فين؟ انت كنت شرطي. وبنعرف وقتها اللي هي كانت مركزه معاه، وبتقول له انا عاوزاك تعلمني حبه مهارات عشان جدي كان في البحريه، وانت اكيد كنت شرطي فعشان كده انت عندك مهارات اكتر. انا اكتر حاجه اتعلمتها ازاي اكسر صوابع مش اكتر. فبيضحك، ونشوف اللي بتديله اكل وبتقول له الست اللي عامله لك، فبيقول لها ده بشكرها لي جدا. وعلى طول بنشوفه وهو كان متجه على البيت ده، وكان رايح يجيب بنته ماري عشان بتكون هي في حضانه جدها عشان مامتها ماتت. واول ما بيخش بينصدم جدا عشان بيشوف اللي في حفل، وكان المفروض اللي هو ياخد بنته النهارده، وكان جدها عامل الحوار ده كله عشان خاطر اللي هي ما تروحش معاه. بس بيحصل العكس، وبيكون اسم جدها يوردن. لا اول ما ماري شافت ابوها راحت جرت حضنته، وابوها ساعتها بيقول لها روح على العربيه. وفعلا بلال داخل العربيه، وجدها بيوصل على طول وبيكون متعصب جدا، وبيقول له انت السبب في موت بنتي، عاوز كمان تموت حبيبتي. وبنعرف وقتها اللي هو عنده اضطرابات نفسيه بسبب اللي حصل مع مراته. وجوردن ساعتها بيقول له حافظ على ماري. فبيكون ليفون متعصب جدا بس ما بيبينش كده، وبنشوف على طول اللي هو راح ركب العربيه وبيكلم بنته، وبنته ساعتها بتقول له انا جعانه. قال لها وانا كمان يلا نروح نتغدى. وفعلا بنشوف هم قاعدين في الكافيه ده، وبنشوف ليفن على طول وهو راح اداها الهديه دي. ماري بتاخدها وبتفتحها بتلاقي ليها هديه فيها صورتها هي وامها. بنشوفها على طول وهي بتقول لابوها تعرف اللي انا زعلانه من امي جدا. بيقول لها ليه؟ عشان هي ماتت بدري وسابتني. فبنبص على ليفن وبنشوفه اللي هو زعلان جدا. طول بنشوفه قاعد مع المحاميين بتوعه وبيقول لهم بردن عامل حفله يوم انا رايح اخد بنتي، هو كده ينفع؟ بيقولوا له هو يعمل كل حاجه عشان خاطر اللي انت ما تشوفش بنتك. بيقولوا له هو عنده سبب اللي هو ممكن يكسب القضيه. بيقول لهم ليه؟ بيقولوا له عشان خاطر ان انت ما عندكش سكن. وبما جاي لهم خدوا فلوس اهيت وكملوا شغلكم ومالكوش دعوه انتوا بحوار السكن، انا هشوف اني وهشوف انا اعمل فيه ايه. وبنروح لجيني وهي خارجه مع اصحابها وكانوا رايحين يقعدوا في البار ده، وبيروح عند الراجل ده وبتقول له انا عاوزه مكان مميز اقعد فيه انا واصحابي. بيقول لها قولي اسمك وانا اديكي في مكان مميز. بتقوم جايه له على اسمها وبيقول لها خلاص روحي اقعدي في المكان ده. وفعلا بتاخد صحابها بيروحوا يقعدوا هنا، وبنشوف الراجل وهو بيبعت رساله للراجل ده، والراجل ده بيكون اسمه فايبر. على طول بنروح لجيني وصاحبتها بطنها بتوجعها جدا وبتبقى عاوزه تروح الحمام، وجيني بتاخدها فعلا نروح الحمام. وجيني بتقول لصاحبتها وقتها انا هطلع بره انا لما انت تخلصي. ويا دوبك بيطلع بره بنلاقي اللي فايبر قام جاي منديل على بقها واخدها وحاططها في قلب العربيه دي ومتحركين. وعلى طول بنروح لتاني يوم وليفن كان داخل الشغل وبيروح لكارلا وجو بيكون زعلان جدا وبيحكي له على اللي حصل معاه وبيقول له ماري ما جاتش من امبارح. وبنسال صحابها بيقولوا دخلت الحمام وما طلعتش تاني. فبنلاقي اللي جو بيقول له انت هتساعدني صح؟ بنلاقي اللي ليفن بيقول له انا مش هقدر
اعمل اي حاجه عشان حضانه بنتي ما تروحش مني، وانا عاوز اشوفها حتى يوم في الاسبوع. بنلاقي اللي جو بيقول له خد اي فلوس انت عاوزها، بيقدم له فلوس، بيقول له لا مش هقدر اعمل اي حاجه سامحني. وعلى طول بنشوف ليفن وهو كان ماشي في المنطقه دي وبينزل من العربيه، ومره واحده بنشوف اللي السهم دي معدي من جنبه، السهم دي بيكون من صديقه جيني. وليفن بيقول له ده انا ليفن. فعلا بيروحوا يسلموا على بعض وبيشوفوا هما قاعدين، وبيفهم من مجموع كلامهم اللي هو لحقوا قبل كده من الموت في مهمه ليهم، بس للاسف بيكون فقد بصره تماما. وبنلاقي اللي ليفن بيقول له على اللي حصل مع ماري، وبيقول له اتخطفت وابوها قال لي اعمل معاهم واللي انا اجيبها، بس انا مرضتش عشان بنتي. تلاقي اللي جوني بيقول له يا ليفن انت مش تبعك كده، انت المفروض تنقذها، المفروض تعمل اللي على دماغك، امال على حوار بنتك انت كده كده هتاخده في الاخر، اول ما تتم ال 18 سنه انت اللي هتاخد حضرتك كلها. بنلاقي اللي ليفن اقتنع بالكلام وبيروح على طول لجو وبيكلمه، بيقول له انا هحقق في الموضوع ومش هرجع الا لما اجيبها. بنلاقي اللي جو انبسط جدا، وعلى طول بنشوف ليفن واقف في العربيه وبيجمع كل ادله وكل حاجه كانت حصلت في اليوم ده. وبنشوف بعدها على طول اللي ليفون دخل على الحانه اللي كانت فيها جيني، وفعلا بيخش جوه وبيشوف الشخص ده كان بيبيع ممنوعات، وبيكون الشخص ده اللي رن على فايبر وبيكون اسمه ديفيد. وبنشوف على طول ان ليفون قاعد يلف في المكان ويدور، ومره واحده بيلاقي الخرزه دي بتكون واقعه من هدوم جيني. وعلى طول بنطلع بره وبنشوف اللي ديفيد خلاص خلص شغله وطلع وخد العربيه ومشى. وبنشوف على طول ليفون طول اللي هو كان حاطط جهاز يحدد المكان، وبيفضل ماشي وراه لما يوصل عند بيته. وبيكون ديفيد جوه وكان قاعد يشرب ودماغه في السحاب، ومره واحده بيخش عليه ليفون، فديفيد بيقول له البيت ده مش بيتك، اكيد البيت اللي جنبه، بيقول له اطلع من هنا. وبنشوف ليفل وهو داخل عليه وبقوم جاي قايل له وقف فوق عينك لفوق وسيب السلاح مكانه، وفعلا بيعمل كده وبيقف فوق وبياخد السلاح. بيقول ليفون خد السلاح وحطه في جيبه وراح قاعد، ومره واحده بنشوف اللي ديفيد قاعد هو كمان، وليفون بيبدا يساله بيقول له انت شفت البت ده قبل كده؟ دي كانت عندك امبارح في الحانه. بيقول له ده كانت شاربه واحنا بلغنا الشرطه وخلاص خلصنا. وبنشوف ليفون وهو حاطه في قلب بانيو، بيقوم جاي مشغل الميه عليه على طول، وبنشوف هو كان بيتخانق ومش راضي يتنفس. مره واحده بنشوف اللي ليفون قام جاي شايل من عليه البشره اللي كانت على وشه، قام جاي قايل له الانسان كده بالظبط لما بيشوف حاجه ما بيقدرش يقول عليها، فقول لي انت وديت فين جيني؟ بيلاقي ليفون قام قال له ما اعرفش، قام جاي قايل له خلاص انا هحط عليك البتاع ده انا وموتك، وفعلا بيحط عليه. وتاني مره بيشيله وبيلاقي مره واحده اللي فيه ناس داخله عنده بتناديله، بنلاقي اللي ليفون بيقول له انت في عندك زوار؟ قام جاي ديفيد قال له اه. بنلاقي اللي قام جاي ليفون واخده وطالع بيه، اول ما فتح الباب بيلاقي الرجاله قام جايه مخلصه على ديفيد على طول، وليفون بينزل فيهم تخبيط وبيخلص عليهم الاتنين في اقل من ثانيه بالظبط. وبنشوف ليفن بعدها هو واخد كل الفلوس منهم وحطها في جيبه، وبنشوف هو بيفتح صدر واحد وبنعرف اللي هم من المافيا الروسيه، وبينزل تحته بيقعد تاني يوم. وبنشوف العربيه ديت بقى داخله عليهم وبينزل منها اتنين وبيفتحوا لرئيسهم، ورئيسهم ده بيبقى اسمه فولو. وفولو ده اول ما بينزل بنشوف على طول اللي هم طلعوا فوق، بنتبه المشهد وبنشوفهم هم واقفين فوق، واحد من التوأم بيقولوا له هم اكيد خلصوا على بعض عشان ديفيد بيمسك في الكلام بسرعه. الرئيس بتاعهم بيقول لهم انا ماليش دعوه بده كله، انا عاوز فلوسي. تلاقي خبط واحد بالله وبيقول له ازاي هم خلصوا على بعض، هم ميتين اصلا ببندقيه مش باسلحه. وبنشوف على طول اللي العربيه دي وصلت ويطلع منها ناس فوق، وبنعرف اللي هم بيتابروا في الاعضاء طلعوا فوق بداوا يلموا الاعضاء بتاعه الرجاله دي وبيخلصوا. وبنشوف بعدها على طول اللي فولو ورجال نزلوا ومشوا، فضلوا ماشيين في الطريق ده وكان ماشي وراهم ليفون. لما وصلوا عند بيت فولو ودخلوا جوه، وده كله كان بيراقبوا ليفون، وليفون بيفضل يراقبه، هو كان بيشوف هو كان بيضرب مراته. واول ما مراته بتمشي بالليل ليفون خد بعضه ودخل جوه وقام جاي على وشه القهوه وخبطه البوكس، قام جاي مغمى عليه. وبنشوفه بعدها على طول هو كان رابطه هنا، وكان بيساله اسئله غريبه جدا، بيقول له انا عاوز اعرف مين اللي واخد البت دي، وانت ايه السبب اللي وداك عند الشخص ده. وبيقول له اعمل حسابك لو ما جاوبتش انا هخلص عليك. بنلاقي اللي فولو قاعد يشتمه كلام احنا ولا ولاني ولا هو فهمه صراحه عشان ما اضحكش عليه. وبنشوف على طول بعدها فليفون بيقول له اعمل حسابك تتكلم الوقت حالا عشان ما خلصت عليك. بس بالله مره واحده اللي فولو قام جاي شتمه، قام جاي ليفون متعصب وقطع الحبل وقام جاي سابه في الحمام. وده كله اصلا كان بيسجل له وبيطلع بره يترجم الكلام اللي انا ولا انت فهمناه يا صديقي. وبيقول له اكيد ديم اللي عامل ده كله، وديم ده شخص مغفل جدا اللي هو خد بنت من شخص عامل زيك، وبيجي على طول عمال النظافه وبيبداوا ينضفوا البيت اللي مات فيه فولو. وعلى طول بنشوف اللي فيه شخص وصل بره والتوأم بيروحوا يسلموا عليه، وبيكون ده اخو فولو واسمه سايمون، وبيخش جوه يراقب بكاميرات ويشوف ايه اللي حصل. بيقول خد الفلوس وساب الفلوس وبيقتل من غير رحمه. وبنشوف هو مستغرب جدا وبيقول لاولاده اعملوا حسابكم انا عاوزه يكون حي وهاتهولي باسرع وقت ممكن عشان اعرف هو بيعمل ده كله ليه. وبنروح لجيني وهي كانت قاعده في المكان
المكان ده، والست دي بتخش عليها وبتديها لها الأكل، وكانت خلاص هتموتها عشان خاطر جينا قالت لها أنتوا ليه واخدينّي بالله اللي جاية متعصبة كده عشان هي سألتها السؤال ده بس، وقالت لها أنتِ آخرِك كده تاكلي وتقعدي وبس، ما تنساش أكتر من كده، وهي خلاص هتموتها بس بترجع في كلامها وبتسيبها وبتطلع، وبينتقل بينا المشهد وبنشوف الشخص ده بيكون شغال في المخابرات الأمريكية، وبنشوف على طول ليفون وهو بيكلمه وده بيكون صاحبه بيقول له أنا عاوز أعرف كل حاجة عن شخص اسمه ديمي، وبيقول له أنا عاوزك تجيب لي كل حاجة تخصه، فبيبدأ صاحب ليفون اللي هو يتكلم أكبر تاجر مخدرات موجود حاليا، وبيكون عنده حانة كبيرة جدا بيبيع فيها الحاجة ديت، وبالله على طول ليفون ما بيكدبش خبر، وعلى طول بنشوف اللي هو راح هناك، والبنت دي بتكون راقبة الكاميرات ومشغلة كل حاجة، ولا تحس اللي عندها حاسس سادسة يا صديقي، وبنشوف على طول اللي هي بعد الراجل ده ليه، وبيروح له بيقول له ايه اللي جايبك هنا، انت شرطي ولا لا؟ يقول له انا شرطي منين؟ وادي منظر شرطي؟ عرفتوا اللي انتوا بتبيعوا هنا مخدرات، فانا جاي عشان اخد مخدرات منكم، وفعلا الراجل ده بيدخله جوه عند ديمي، واول ما بيخشوا جوه وعلى طول باللحظه اللي البنت دي طلعت من جايه قايله له اعمل حسابك الواد ده معاه سلاح، وانا حاسه اللي هو مش شرطه، فبالله اللي ديمي بيقول له انت جاي هنا ليه؟ بيقول له انا اكيد مش جاي عشان اشوفك، يعني انا جاي عشان اخد منك مخدرات، بيقوم جاي للرجاله ده بيقوموا يفتشوه وعاوزكم تعلموه الادب، وفعلا كلهم بيخشوا عليه وكان خلاص هيضربوه، بس احنا بيكون معانا وحش عنيف محدش بينهض عليه، بيقول له هو مكسر عظم الكل ومش راحم ولا واحد فيهم، وكان خلاص راح يخلص على الواد ده، بس مره واحده ديمي بيقول له خلاص اسكت ما تموتوش، وفعلا بيسكت وبيروح يكلمه، بالله اللي ديمي بيقول له انا هبيع لك ب 15000 دولار، قام جاي له انت سعرك عالي جدا، انا اظن باخدها بسبعة ونص ازاي ب 15، على طول ديمي بيعرف اللي هو فعلا تاجر مخدرات قبل كده، وبالله اللي ديمي قام جاي قايل له على ميعاد معين عشان يروح فيه على الكافيه اللي هو اداله عنوانه، وفعلا تاني يوم بالله اللي الفون راح على الكافيه ده وبيخش جوه، واول ما بيخش على الرجاله ديت ودول اللي كانوا قاعدين على الكاميرات، بيخش على البت والبنت بتقول له ادي الفلوس، فعلا بالله اللي هو طلع الفلوس اداها لها، البت ادت له موبايل وقالت له شكل الفلوس دي حلوه قوي، ايه مره واحده اللي البوم بيقول لها طب اعملي حسابك او اعمل حسابك انت كمان، يعني لو طلع ان انتوا بتضحكوا عليا انا هاجي اخلص عليكم كلكم، محدش هيلومني في الحوار ده عشان اديت لكم فلوس، وفعلا بيشوف اللي هو طلع وراكب العربيه وهو ماشي بيجي له تليفون على الموبايل اللي هو واخده، وفعلا بيفتح المكالمه بالله اللي هو ده ديفيد، وبيقول له ده المخدرات تحت الكرسي بتاعك، وقبل ما هو يشوف بالله اللي ديفيد بيقول له خلي الموبايل معاك عشان انت تقابل الراس الكبيره قريب، لو انت بعت البيعه دي بسرعه هتيجي تقابلها ويديك اكتر من كده، وفعلا بيمد ايده وبيجيبها وبيشوف اللي هي المخدرات، واول ما بيخلص المكالمه بنشوف على طول اللي هو رماها في البحر اللي جنبه، وعلى طول بينتقل بيها المشهد لفايبر والبنت اللي معاه، وبيكونوا داخلين على المكان ده، الشخص ده بيكون هو اللي اختار جيني، ففايبر بيساله بيقول له ليه انت اخترت البنت دي بالذات، ومن حق البنت اصلا بتكون في قلب الشنطه اللي معاهم، ففايبر بيقول له البت دي عامله زي لوحه فنيه انا افتكرتها قبل كده وحبيت شكلها فعشان كده قلت لك تجيبها لي، وما عدتش اسال اسئله تانيه عشان ما تزعلوش مني، انت جاي عشان تاخد فلوس وتجيب اللي انا عاوزه وبس، بيقوم جاي فاتح الشنطه دي وبنشوف اللي هي مليانه فلوس، وده ما تجيبليش حبه منهم تغير حياتي، وبياخد جيني جوه وبيخش، واول ما بيخش جوه بالله اللي جينا من الجامعه وراه وبيطلع لهم تاني وبيقول لهم ازاي هي مش مغمى عليها، انت جايين تضحكوا عليا عورني في وشي، وبالله اللي هو بيقول لهم موتوها ما تسيبوهاش عايشه، وبينتقل بقى المشهد لليفون، وليفون بيبقى قاعد في شقه بسيطه جدا بيبقى بيخطط للي بيحصل معاه، وقاعد يخطط، ومره واحده بيجي له تليفون وبيفتح وبيلاقي اللي ده ديمي وبيقول له هتروح تقابل الريس بكره ادوني عنوان كامل متكامل، وفعلا بيعدي من الوقت وبنروح على طول نشوف هو كان رايح على المطعم وداخل جوه بيسأل عن المكان اللي فيه ديمي، وفعلا بيخش جوه، فاول ما بيخش جوه يلاحظ ان المكان كله مترشق راس لديمي والرئيس بتاعه، بيخش وبيقعد معاهم، والرئيس بتاع ديمي بيبدأ يتكلم معاه، واول حاجه بيقول له الاب بتاعتك عشان اشوف انت مش شرطه ولا لا، وفعلا بياخدها وبيروح يكشف عليها، وبيرجع تاني الراجل اللي خدها وبيقول له ما فيهاش اي حاجه ده تمام كله على بعضه، وبيكون دي بطاقه مزوره ما يعرفش ماضي ليفون المرعب، وبيكمل كلام معاه وبدأ اللي هو يوثق فيه وبيديلهم الفلوس، ده كله كان عباره عن مخطط بس عشان يوصل اصلا الرئيس ديمي، وقتها على طول بنشوف رئيس ديمي وهو بيسلم عليه وبيديله شنطه الممنوعات، وبياخدها على طول فايبر وبياخد بعضه ويروح على الحمام ويخلص عليها، وبنشوف اللي هو رجع تاني على بيته وبدأ اللي هو يشوف الصور بتاعه جيني، وبيلاحظ اللي فايبر كان مركز معاها جدا، وفي كل الصور هو كان مركز معاها مش حتى في صورة واحدة، وبيبدأ يشك فيه، وبيفتح تليفون رئيس ديمي، والرئيس ديمي بيكون بيتكلم مع فايبر، وبيعرف على طول اللي فايبر بيروح يسهر في الحانة بتاعة ديمي، بيروح هناك وبيبدأ يراقب يشوف فايبر هيجي ولا لأ، بس البنت اللي قاعدة على الكاميرا جوه بتبقى عندها الحاسة حبتين، وبتعرف اللي هو موجود بس ما بتكونش عارفة هو مين بالظبط، وبتكون عارفة سايمون بيدور عليه، وفعلا بترن على ولاده وبتقول لهم هو هنا قدام الحانة،
وبنشوف على طول اللي فيه عربيتين دخلوا عليه، وعلى طول ليفون بيعرف اللي هم جايين عشان خاطره وبياخد بعضه وبيروح يسرق المستلك ده بيطفش بيه، بس الاتنين ما بيحلوهوش وبتلاقيهم اللي هم طالعين جوه وراه وبيسدوا عليه المكان ده، بس ليفون بيبقى عنيد حبتين وبيطلع من هنا والاتنين بينزلوا يضربوا عليه نار وطلقه منهم بتيجي في قلب المستلك بتاع ليفون وبيقع قدام عربيه الشرطه، وبيحسب ان الشرطه مش تبعهم، بس يا دوبك الشرطه دي بتروح له بتلاقي خبطاه بدار السلاح على دماغه وبيقول لهم هو انتوا كمان منهم. شوف ساعتها التوأم خدوه وبنشوف على طول اللي هم واخدينه في قلب العربيه وبداوا يكلموه، بس ليفون ما بيكونش سهل وبيبدا يعصبهم ويكلمهم باسلوب وحش. هم فعلا بيتعصبوا وكانوا خلاص رايحين يضربوه، بس البطل بتاعنا ما بيكونش سهل وانت عارف يا صديقي بالكلام ده. بنلاقي مره واحده اللي هو نازل فيهم تخبيط وما عادش راحمهم، ومره واحده مسك السلاح ده وخلاص كان هيموت واحد، بس الكلام ده ما بيحصلش وبنلاقي لهم موجه السلاح يهدي السواق وخلص عليه. بنلاقي مره واحده اللي العربيه قلبت بيهم وكان خلاص راحت ناحيه البحر ده وكان هيقعوا، بس سبحان الله المنتج ما بيبقاش عاوزهم ان هم يقعوا، بيفضل يرزع فيهم ويخبط فيهم وبيخلص عليهم. بنلاقي اللي هو طالع بره وبيلمس رجل واحده، بنلاقي العربيه اللي هي وقعت في قلب البحر. نعرف على طول اللي سايمون عرف اللي ولاده الاتنين ماتوا وبيروح عشان يشوفهم وبيكون متغاظ جدا وبيقول للرجاله اللي كانت معاه اعملوا حسابكم اعملوا لنا اجتماع انا واخواته كلهم. وبنروح لفايبر هو كان قاعد مع الرئيس داني، والرئيس داني بيكون متعصب جدا عشان جيني عورت العميل في وشه، كان متعصب وكان خلاص عاوز يقطع صابع من صباع البت اللي كانت ماشيه مع فايبر، بس بيقولوا الكلام ده مش هيحصل. بيقول لهم انا عاوزكم تخلصوا على البت دي باي طريقه، يسيبوه بيمشوا وبيكونوا قلقانين جدا وخايفين منه. وبينتقل بينا المشهد وبنشوف سايمون هو قاعد مع زعماء المافيا اللي هم بيكونوا اخواته وبيعرفهم باللي حصل، اللي ليفون قتل بولو وقتل ولاده الاتنين، وزعماء المافيا ساعتها بيكونوا متعصبين وبيقولوا له هنقوم بالواجب ده كله. واحد من زعماء المافيا بالله اللي هو بينادي على اتنين من رجالته وبيقولوا له روحوا معاه عشان خاطر اللي انتوا تجيبوا الراجل ده باسهل طريقه، وتجيبوا اللي بيساعده. وفعلا بنشوفهم على طول اللي هم مشوا معاه، وعلى طول بنشوف سامون وهو معاه الراجلين وبيخشوا على الحانه بتاعه رئيس ديمي وبيخشوا جوه وبيفضلوا يضربوا في السماء عشان كله يبعد، وفعلا الكلام ده اللي بيحصل. وبيروح عند رئيس ديمي وبيبداوا يكلموه وبيقولوا له انت بتساعد ليفون اللي هو عاوز يخلص عليك وخلص على رجالتنا كلها، وما كانش يعرف مين ليفون. بيقوم جاي موريله صورته وبيكون رئيس ديمي مستغرب جدا من اللي بيحصل معاه، وبدأ سامون يكلمه ويقول له على ليفون اللي هو عمله كله واللي هو قتل ابوه، وبنعرف اللي فولو كان ابو اصلا رئيس ديمو، وبيكون رئيس ديمو مبسوط جدا اللي هو مات. وبنجي وعلى طول اول ما سايمون بيقول له اللي ولاده هو كمان ماتوا بيكون رئيس ديمو زعلان جدا عشان خاطر اللي دول كان يعتبر اخواته واكتر من اخواته. وبيبدا رئيس ديمو يكلمه ويقول له يا دوبك كان جاي يقول اللي هو واحد بيبيع مخدرات مش اكتر وبياخد رخصته وبيكون مصورها وبيوريها له وبيقول انه خدها صوره عندي. فعلا بنشوف اللي سايمون مستغرب من اللي هو بيعمله، وسايمون بيقول له اعمل حسابك هو ما كانش بيتبع اي حد وكل ده حصل بسببك عشان هو كان عاوز يموتك انت مش موت عيالي، وبيسيبه وبيمشي. بنروح على طول للاتنين التيران هم كانوا واقفين مع الراجل ده وعرفوا كل حاجه تخص ليفون، وبنشوفهم هما بيدوا للراجل ده فلوس كتير عشان يعمل المهمه دي. وعلى طول بنشوف ليفون هو كان ماشي في الطريق ده ومره واحده بيجيله تليفون، ودي بتكون مدرسه ماري وبترن عليه وبتقول له انت لغايه الان ما حد ياخد ماري من قدام المدرسه اللي هاجي ياخدها، فبيقوم قال لهم خلاص انا جاي اهو. بيكون متعود اللي بيروح ياخدها على طول هو جوردن جدها، واول ما بيروح بياخدها وبيمشي ويكون ماري مستغربه جدا ازاي جدها ما يجيش ياخدها. فليفون بيقول لها اهدي مفيش حاجه اكيد هو اتاخر بس او في حاجه، ويطلب بسرعه عند البيت بيلاقي البيت كله مولع. يقول لي ماري ياكي تيجي ورايا خليك قاعده في العربيه، وفعلا بيخش جوه وبيلاقي اللي جوردن متكتف واقع على الارض، وبياخدوا صحتها وبيخرج من بره البيت وبيقعد بره. وجوردن بيقول له هم المافيا الروسيه كل ده بيحصل بسببك انت يا ليفون، فاكيد انت عامل معاهم مشاكل. فبنلاقي ماري بتقول له ازاي هو اللي لحقك من جوه المفروض انت تشكره. وفعلا جوردن بيتكسف على دمه بيقوم جاي قايل له شكرا بس بيبقى محروق منه جدا. وعلى طول بنشوف ليفون واخد ماري وبيروح عند بيت جوني وبياخده هناك عشان البيت ده ما يكونش حد عارفه قد كده. وفعلا جوني بيستقبله وبيكون اصلا ليفون مواد ماري هناك عشان تستخبى من المافيا دي وما يعملوش معاها اي مشاكل. وبنلاقي اللي جوني مرحب بالموضوع جدا وكان مبسوط، وبنلاقي اللي جوني بيقول له تعالى اما اوريك حاجه. وفعلا بالله اللي هو دخله على مخزن الاسلحه دي بيقول له اختار اللي انت عاوزه بس وانا اقوم بالواجب بالباقي. وبنشوفه هو بيكلم بنته بره وبيقول لها خلي بالك من نفسك كان ورايا مهمه اخلصها باجيك على طول انا مش هتاخر عليكي. وفعلا بيسيبها وبيمشي. وبينتقل بين المشهد على طول لجيني وهي مربوطه في قلب العربيه دي وفايبر
فايبر اللي كان سايق والبت اللي مع فايبر بتهدد جيني بالموت، فجيني بيكون فاض بيها الامر، ومره واحده بالله اللي هي قام جاي خبطان بالرجل وبدأوا يتخانقوا في قلب العربيه. لما مره واحده بنشوفهم اللي هم قاموا جاي خابطين في الشجره دي، وبنلاقي اللي جوني خدت الموضوع بجد قاموا جاي قطع الحبل سايب الازاز المكسور وتطلع تجري منهم، وبتكون سريعه جدا ما بيكونوش لاحقينها، واللي طلعت من الغابه وكانت جوني تتنفس. وبتلاقي عربيه الشرطه اللي كان ليفون خبط فيها وسلموه الاتنين التوأم، وبيعملوا كذلك مع جوني بيقولوا لها تعالي اركبي احنا عارفين اللي انت المخطوفه، وفعلا بياخدوها وبيودوها على بيت فايبر. وفايبر كان خلاص يقول لها تعالي بقى انت جاتي بنصيبك، فعلا بياخدها البركه نفسها، قام جاي رماها على الارض وكان خلاص هيخلص عليها. بس بيجي لهم اتصال من نفس العميل اللي هي ضربته، بيقول لهم انا عاوز البت دي باي طريقه دلوقتي. يقولوا له خلاص لك دوش ليها ونحط لها ريحه ونجيبها لك عشان هي متوسخه. يقوم جاي لهم لا انا عاوزها بوسخه وحالا. وبينتقل بينا المشهد لليفون، هو كان بيراقب الحانه بتاعه رئيس ديمي، وفعلا بيفضل مراقبها الفتره، وكان بيشوف هو بيضرب المساعده بتاعته، ومره واحده بالله اللي هو داخل عليهم وخلص على الكل في اقل من ثانيه تقريبا، ويخش على رئيس ديمي. ورئيس ديمي كان موقف البيت ده وقال له لو اتحركت خطوه انا هخلص على البيت دي، بس البوم ما بيكونش مديله اي اهميه حرفيا. بيلاقي مره واحده اللي هو جاي خبطه بايده في طلقه، وبيقول للبت خدوا كل الفلوس دي وخدها وماشي، وفعلا بتاخدها وتمشي. وبيبدا يكلم رئيس ديني ويقول له انا عاوز اعرف البت دي، بيقول له انا ما اعرفهاش بس ممكن ادلك على مكانها. وفعلا بينتقل بين المشهد على طول، فهو كان واخده في قلب عربيه وبينزله في المكان ده. كان ده اللي بيكون فيه اصلا جيني، بيبدا يكلمه بيقول له المكان دوت للراس الكبيره اللي هم معاهم فلوس وبيبداوا اللي هم يعاونوا البنات. فليفون بيقول له ليه انتوا بتعملوا كده؟ بيقول له انا ماليش دعوه بده كله، انا اهم حاجه بالنسبه لي ان ازاي اجيب فلوس وبس. بالله الرئيس ديمون بيقول له انت ليه خايف كده؟ بيقول له انت عندك بنت؟ بيقول له لا. قام جاي مخلص عليها على طول من غير اي تفكير، وعلى طول بنروح لجوني وهي كانت مربوطه في المكان ده، والعميل دخل عليها خلاص وبيقول لها انا عارف ان انت شريره بس تحت العبايه حكايه زي ما احنا بنقول يا صديقي، وكان خلاص هيخلص عليها. بس مره واحده بنشوف اللي ليفون دخل عليهم وكان داخل متعصب جدا، واي حد بيمسكه بيخلص عليه. ومره واحده بنشوف اللي هو قام جارم القنبله دي قدام الناس وبيفجر كل اللي كانوا في الطرق، والناس كلها بتترعب. وبنشوف كل الناس اللي كانت جوه بدات اللي هي تهرب بس الناس اللي معاه، وبنشوف اللي الناس اللي طلعت دي قابله ديمي ورجالته، وديمي بتبقى مستغربه اللي بيحصل جوه اصلا، الراجل الواحد يعمل ده كله. وبنروح تاني لليفون، الرجاله اللي جوه بيشوف اللي هم نازلين تخبيط بس ولا واحد فيهم بينقض على الليفون، ولكنه سطو مسلح كامل رئيس عصابه داخل عليهم. ما يعرفش اللي احنا عندنا وحش عنيف جدا ما يعرفش الرحمه. وبنشوف اللي ديمي بدا يوزع الرجاله بتوعه، مره واحده بنشوف اللي واحده داخله من الشباك ده، بس الليفون بيحس بيها وعلى طول بياخد منها كفر وبيحلش من بعدها اي حد يشوفه. بس هل هو هيستعد الدراجه؟ لا بالله، مره واحده اللي هو مجا خبطها بطلقه ما بيرحمش ورا واحد، وبيخش على ديمي وديمي بيكون مبسوط بالخناق معاه وبيقول له انت احلى واحد اتخانقت معاه. وبالله مره واحده ليفون خلص على ديمي وديمي كان مبسوط جدا وبيقول له خلص عليه خالص ما تخلينيش اموت بالبطيء. وفعلا بنشوف اللي ليفون خلص عليه خالص، بنشوف ليفون وهو طالع فوق، ومره واحده بنسمع اللي جيني اما جايه مصوته، فليفون بيتجه على طول على ناحيه الصوت، بيقوم جاي مره واحده فاتح الباب ومخلص على الراجل اللي في وشه على طول، وبيروح على الاتنين دمت وبيخش عليه جوه، ويكون الواد رافع عليه سلاح بس السلاح ده ما بيفرقش مع ليفون، ويخش عليه وبيفضل يخبط فيه، والبنت بتيجي تمسك السلاح بس جيني ما بتفضلش واقفه ساكته، لا بتلاقي اللي مره واحده اما جاي خانقاها وفضلت تخنق فيها، وليفون مساب الواد في حاله وبيفضل يضربه وبيعذبه قبل ما يموته، ومره واحده بيقول له على السلامه انت بقى، بيخلص عليه. وفي نفس الوقت بيكون جيني اصلا خلصت على البت اللي معاه، بيروح عشان يفكها. وما تفكرش ان الاكشن وقف هنا بس يا صديقي، بالله اللي مره واحده الاتنين دول داخلين عليه اللي هم كانوا جوز التيران اللي كانوا معانا في الاول، قاموا جايين حاتفين قنبله، بس بيلاقي عربيه الشرطه دي داخله عليهم، ودول بيكونوا اصلا اللي هم متحالفين معاهم، بس الرجاله دي ما بترحمش ولا يمين ولا شمال، بيفتحوا الرشاش عليهم ما بينزلوش الا لما هم مخلصين عليه. بس الكلام ده ما بيفرقش مع ليفون، بالله اللي هو مره واحده مطلع القناصه من المكان ده وملقطها بلوتوث، ويقوم جاي خبطه طلقه بخلص على الاولاني والتاني بياخد منه كفر. بس الكلام ده هيفضل دايم، بالله ليفون مره واحده نزل قنبله جنبه ومخلص عليه هو كمان، وبياخد على طول جيني وبيركب المستلك كده وبيتحركوا بيه، وبيكون سايمون واقف وبيتفرج على ده كله ما بيعملش اي حاجه، وبيرن على زعماء العصابه بيقول لهم ليفون هرب ومحدش نقدر يعمل معاه اي حاجه، بيقول له مالكش دعوه انت باي حاجه بعد كده، سيبنا احنا اللي نتدخل ونقوم بالموضوع ده. وبنشوف بعدها على طول ليفون هو بيودي البنت لعيلتها عادي خالص، بيسلموا عليها وعلى طول بيتجه على بنته
بس كده وصلنا لما لآخر فيلمنا. لو الفيلم عجبك تشيل اللايك الجميل بتاعك والاشتراك بتاعك الجميل وفعل زر الجرس عشان تشوف الأكشن الجديد بتاعنا. بشوفك في فيديو جديد وسلام.